هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ لو انتوا جداد هنا، انا منى خالد، ميك اب ارتست وبيوتي بلوجر. لو انتوا مش جداد هنا فانتوا معايا، ده تالت فيديو ليا. حبيت النهارده ان انا اعمل لكم اللوك اللي انا كنت فيه في الفيديو بتاع الفيفوريتس بتاعتي في 2018. ده لوك ينفع في فترة الشتاء، حاجة سوفت جلام كده، يعني ينفع تخرجي بيها لما يكون مثلا انتي رايحة فرح او معزومة برا في سهرة. اللوك فيه ريد ليبستيك وفيه جليتر، وده الحاجة اللي بتخليه تستاند اوت يعني عن اي لوك تاني. بيليق على كل البنات وخطواته بسيطة. ان شاء الله يعجبكم. ويلا بينا بقى نروح التوتوريال نشوف مع بعض عملنا ازاي. طيب عشان ما اطولش عليكم نبتدي التوتوريال على طول. انا رطبت بشرتي واستخدمت الاي كريم بتاعي، انت استخدمي اي حاجه تناسبك. دلوقتي هحط بقى الفاونديشن. الفاونديشن النهارده هيكون من وات ان وايلد. انا بحب الفاونديشن ده قوي لانه خفيف قوي على البشره ويليق على معظم البشرات حتى لو دهنيه او جافه. ودرجته جولدن بيج. هستخدم النهارده السبونج دي من بيوتي تولز بروفيشنال. انا ما بستخدمش حاجه غيرها لانها حلوه جدا وعوضتني عن البيوتي بلندر، وينفع استخدمها ناشفه وينفع استخدمها مبلوله، يعني ما بقتش بستخدم حاجه غيرها. انا كده خلاص دمجت الفاونديشن بتاعي. هحط بقى الكونسيلر برضو هيكون من وات ان وايلد فوتو فوكس، هو اسمه كده، ده شكله. درجته لايت ايفوري. بحبه برضو عشان تغطيته حلوة وخفيف قوي على البشرة، وبيليق على اي بشرة حتى لو تحت عين الجاف او دهني، يعني هو مظبوط. والانجريدينتس بتاعته لا هي اوفر هايدريتنج ولا هي اوفر دراينج، هو حاجة في النص. انا كده خلاص دمجت الفاونديشن والكونسيلر. دلوقتي بحب اثبت وشي باللوز باودر زي ما انتوا عارفين. هستخدم لوز باودر مايبلين اللي انا استخدمتها في الفيديو اللي فات. وعلى طول بعد ما بثبت وشي باللوز باودر لازم احط اي كومباكت باودر. هستخدم برضو النهارده الكومباكت باودر بتاعت وات ان وايلد، ده شكلها. درجتها وورم لايت. هستخدم الفرشة الكبيرة دي. دلوقتي انا خلصت البيس بتاعي، هبتدي احط برونزر استخدمه ككونتور او كبرونزر. هستخدم النهارده البرونزر ده من H&M، اسمه ديب برونز، وده لونه. دلوقتي هعمل كونتور لمنطقة مناخيري. هستخدم فرشة زي دي فلافي مع نفس درجة البرونزر. ودلوقتي هستخدم باودر هايلايتر تحت عيني والمناطق اللي هي تحت الكونتور عشان تبرز المناطق اللي عايزه اعملها هايلايت، وفي نفس الوقت بنضف بيها الكونتور. الباودر اللي هستخدمها هي الباودر دي اسمها برايتن اب من اسنس، دي زي بنانا باودر كده. دلوقتي هحط بلاش على وشي.
هستخدم الباليت دي من سيتي كولر، اسمها تايمليس بيوتي، موجودة اونلاين في مصر. وده شكلها من جوه. هستخدم الدرجة اللي هي الروز دي. دلوقتي هرسم حواجبي بنفس الباودر اللي انا بستخدمها اللي هي براوزنجز من بنفيت. هرسمها بطريقة سريعة كده قدامكم عشان ان شاء الله هعمل لكم توتوريال عن طريقة رسم الحواجب بالتفصيل الممل. دلوقتي هحط السيتنج سبراي. السيتنج سبراي ده من مورفي، هو مش موجود كتير بس هو من السيتنج سبرايز اللي بحبها جدا جدا. بحب دايما بعد السيتنج سبراي احط هايلايتر. النهارده هستخدم الباليت دي من ميك اب ريفولوشن، اسمها سوف اكس. هختار الدرجة دي ودي. دلوقتي بقى الجزء المفضل بالنسبة لي وهو الاي ميك اب. هستخدم النهاردة باليت ريلودد نوترالز 2، اسمها طويل شوية، من ميك اب ريفولوشن. دي الوانها. هستخدم الوان يعني نوترال خالص ومش مش فاقعه يعني. هستخدم اول حاجه كترانزيشن الدرجه دي. تاني درجه هستخدمها هي الدرجه دي اللي عامله زي الميلك شوكليت، يعني بني بس بني فاتح قوي، برضو بنفس فرشه الدمج. وبفرشة صغيرة خالص زي دي كده هحاول اغمق الكريس بلون شوكليت بس غامق. هاخد فرشة صغيرة زي دي وهدمج اللون البني الغامق تحت جفني. وعشان انا عايزه اللوك ده يبقى سيمبل بس يبقى فيه حاجه كده بوب، هستخدم اللون الشيمري ده اللي هو جاي على شامبين شويه، يعني بينكش شامبينش كده يعني. هاخد برضو اللون على ماي فينجر تيب وعشان اللوك ده ينفع لسهرات، هو اصلا معمول للسهرات، هضيف شوية جليتر من جليتر كاركتر ده رقمه 7، هو جليتر ذهبي فهي صح اللوك شوية. هستخدم مع اللوك ده ايلاينر. هستخدم ايلاينر من نيكس اسمه ابيك لاينر. انا كده خلصت الايلاينر. هحط دلوقتي ماسكارا. لو عايزيني احط رموش سيبولي في الكومنتس عشان احط لكم رموش في اللوك الجاي. هستخدم ماسكارا لاش بارادايس من لوريال.
هستخدم كحل اسنس البني. دلوقتي هحط ليب لاينر برضو من اسنس، درجته 8 ريد بلاش. دلوقتي هحط ليبستيك. الليبستيك اللي انا هستخدمه النهارده هو ليكويد ليبستيك بتاع ميلاني، درجته اسمها ماتلي ان لاف. كل ده هكتبه لكم في الديسكريبشن بوكس. وبكده اكون خلصت اللوك. يا رب يكون عجبكم. حبيت ان انا اعمل لكم لوك مناسبات او خروجات في الشتاء، سواء رايحه فرح او سهرانه بره او اي حاجه. ده اللوك ده دايما بيبقى حلو قوي، بيبقى فلاتري وبيليق على كل البنات. حبيت الجليتر والريد ليبستيك عشان يستاند اوت من غير ما يخليكي شكلك غريب او اوفر شويه. بس يا رب يكون عجبكم. وطبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب تو ماي شانل، وتابعوني. هنزل لكم فيديوهات كتيرة قوي الفترة الجاية دي وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تشوفوا الانستجرام بتاعي لان انا ببوست هناك على طول في الستوريز. هتلاقوا الاسم مكتوب على الشاشة. وبس كده، و see you next time.